طبعا بقى الحر والجو النار اللي احنا فيه اليومين دول، ولا محتاج طبيخ ولا محتاج وقفة كبيرة في المطبخ، محتاج كده سندوتشات واكلات تكون سهلة وسريعة، ويا سلام بقى لو اقتصادية وعلى قد الايد، يبقى هو ده المطلوب بالظبط. طبعا وحشتوني كتير كتير كتير، وعارفة ان انا متأخرة. هقول لكم كل الاسباب اللي بتخليني اتأخر عليكم الفترة اللي فاتت دي كلها، بس نسمي الله ونصلي على الرسول. وطبعا تحطوا لي لايك المتين، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان اول ما ينزل الفيديو يوصلك بيه الاشعار على طول. وتعالوا بينا نسمي الله كده وندخل على الفيديو بتاعنا النهارده. الفيديو ده بسبب الكهرباء، انا ما قدرتش اصوره لكم من الاول، وزي ما قلت لكم كده هقول لكم اسباب ان انا ما بصورش كتير اليومين دول. اول سبب والسبب الرئيسي اصلا هو قطع الكهرباء. الكهرباء بتقطع في وقت كده اللي هو فيه كل الشغل، اللي هو لو انا بعمل مثلا روتين، لو انا بعمل اكله، لو انا بعمل حاجه، مش هعرف طبعا اصور في الضلمه. هيبقى الفيديو كله في فتره قطع الكهرباء. زي ما حصل بقى النهارده، الكهرباء بقى ايه اتفقت عليا. انا صاحيه من النوم من الصبح ومقرره ان انا هصور النهارده، وقلت هصور بدري وبتاع، إيه علشان الحق اصور قبل ما الكهرباء تقطع. المهم حصل ظرف كده، خرجت مشوار وكده فاتاخرت في الرجوع، فقلت خلاص مش مشكله، إيه مش مهم تصوير فيديو. يعني كتير جدا بنوا تصوير الفيديو بسبب قطع الكهرباء، الفيديو مثلا ما يكملش، اكسل خالص وما صورش. المهم إيه، جت الكهرباء بقى اليوم ده ما اتقطعتش اصلا، اللي هو امبارح. معرفش بقى كان يعني حظنا ان هي ما اتقطعتش، ولا كان نسينا، ولا صدفه، ولا ايه. المهم الكهرباء ما اتقطعتش خالص. فانا بعد ما كنت تبلت الفراخ وعملت كل حاجه، بص لقيت الكهرباء ما قطعتش. قلت والله لازم انا اصور. قلت اصور معاكم السندوتشات اللي هي سندوتشات الشاورما السوري، وهقول لكم على الطريقه كده واحنا شغالين مع بعض. طبعا معايا الفراخ بقى الشاورما بعد ما تبلتها وعملتها، اقول لكم على التتبيله، وهسيب لكم برده المقادير بتاعتها في صندوق الوصف. ومقطعه كده شرايح بصل مع بقدونس، وعليهم عصره ليمون بسيطه ورشه كمون. لو عندك سماق بقى حطي رشه سماق على البصل ده، بيخلي طعمه في حته تانية. وكنت عامله كمان بخلي الخيار سريع، عملته يعني تقريبا ساعتين وكان خلاص بقى اتخلل وبقى زي العسل. مقطعاه شرايح صغيره كده علشان خاطر نحطه في السندوتشات. وكمان التوميه، ومعايا العيش السوري ده جايباه جاهز، او اللي هو عيش الصاج. عملته معاكم قبل كده برضو مره في اول القناه من مثلا 4 سنين كده ولا حاجه. ممكن اسيب لكم طريقته برضه، هو طريقته سهله وحلوه. بس بما اننا بقى في الحر وبتاع، فالواحد مش عايز يتعب نفسه وما يقفش كتير على البوتاجاز وكده زي ما قلت لكم، فاشتريته جاهز. الرغيف ب3 جنيه بس، ما شاء الله الرغيف كبير وحلو يعني. جايباه فريش كده، بيتباع عندنا هنا جنبنا يعني. اليوم بيوم وقت ما بعوز ببعت اشتري على طول. الفراخ بقى تبلتها ازاي؟ ده كان صدر فرخه، وزنه بالظبط بالظبط 400 جرام. طبعا بعد ما اتنقع واتغسل كويس، رحت مقطعه شرايح الشاورما زي ما انتوا عارفين، وتبلت طبعا بزبادي وبليمون وبخل وبمعلقه كاتشب كده صغيره، اللي هو كيس الكاتشب الصغير ده. والبهارات بقى فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه، شويه جنزبيل وبابريكا. وجبت كمان كيس تتبيله الشاورما السوري، اي نوع بقى عندك، مثلا ويلز، شيفي، في نوعيه توابل كده اسمها شيفي برضو بتكون حلوه. المهم تجيبي الخلطه اللي هي بتبقى خلطه الشاورما السوري، بصراحه بتدي نفس طعم بالظبط بالظبط الشاورما بتاعت المحلات. تتبيلتها بامانه كانت تحفه. بس طبعا اساسي فيها الزبادي والليمون والخل، واي بهارات بقى انت حباها حطيها. لو ما عندكيش مثلا اللي هي خلطه الشاورما، ممكن تحطي بهارات الفراخ. طبعا انا عملت معاكم الشاورما السوري قبل كده، وكمان عملنا العيش الصاج، وعملنا التوميه. ممكن اسيب لكم كل اللينكات دي في صندوق الوصف، او اسيب لكم كمان المقادير مكتوبه. لان زي ما قلت لكم والله بجد بامانه انا كنت ناويه اصور، بس للاسف ما عرفتش بسبب قطع الكهرباء. فلما لقيت الكهرباء ما اتقطعتش بقى وانا اليوم راح عليا من غير تصوير، قلت والله لازم اصور حتى لو فيديو صغير، عشان طبعا حبايبي اللي انا بوحشهم، واللي دايما بيفضلوا يكتبوا لي في الكومنتات انت ليه ما بتتاخري علينا، ليه القناه هتبوظ منك، ليه كده بتضيعي مجهودك على الفاضي وبتاع. بس والله غصب عني اقسم بالله. طبعا انا عارفه ان التقصير مني مع شويه كسل، مع شويه كده تعقيدات كده من عند ربنا، الحمد لله يعني. مع الكهرباء زي ما بقول لكم والله، بس بجد بجد الكهرباء دي معجزين، لانها بتقطع عندنا من 4 ل7 3 ساعات متواصلين. انا اساسا واحده بصحى من النوم مثلا 1:30 الساعه 2، فعلى ما بفطر وبتاع واظبط نفسي بيكون خلاص الكهرباء اتقطعت، اللي هو وقت بقى ما هعمل مثلا روتين في المطبخ، وقت مثلا ما هعمل الغدا. فللاسف ما بقدرش ان انا اصور، فبروح مكسله. عايزه اقول لكم بقى الشاورما النهارده عملتها كمان بالطريقه السوري، اللي هو ما ضفتلهاش بقى ولا بصل
ولا فلفل الوان ولا اي حاجه زي ما احنا بنحبها دايما بتبقى محبشه كده على طريقتنا المصريه يعني. لا، عملتها بالطريقه السوري اللي هي صدور الفراخ بس. حطيتها كده في طاسه سخنه بشويه ليا بصراحه، يعني حته ليا كده رحت بشراها مع معلقه زيت، وسخنت الطاسه كويس، ورحت نازله بقى بشرايح الفراخ بتاعتي بعد ما اتبلت مثلا حوالي 3 او 4 ساعات، وسبتها بقى على نار متوسطه كده استوت. طبعا الصوصات اللي احنا عاملينها مع التتبيله بتخلي انسجه الفراخ تستوي بسرعه. وزي ما شفتوا حشيت السندوتشات معاكم، بقيت احط توميه واحط بقى من البصل والبقدونس دول. انا دايما خطوه البصل والبقدونس دي بعملها في شاورما اللحمه. بصراحه كنت اول مره اعملها في شاورما الفراخ، بس لقيتها تحفه تحفه تحفه. دايما كنت بضيف الفصل البصل والفلفل زي ما قلت لكم مع الشاورما وانا بعملها في الطاسه. لكن النهارده بقى عملتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، كانت روعه بجد، كانت مظبوطه جدا بصراحه. بس هي كان ناقصها شويه بطاطس محمره تتحط في السندوتشات، بس كانت حلوه قوي قوي قوي. العيش ما شاء الله كمان كان جميل. طبعا بعد ما بتخلصي حشو السندوتشات بتاعتك بتاخديها بقى تبصميها وبتحطيها من الجهه اللي هي المفتوحه دي علشان طبعا تقفل كويس. لو عندك جبن برضو بتحطي جبن علشان تدي طعم اغنى كمان للسندوتشات بتاعتك. في طاسه على النار بتحطي شويه زيت كده، وتبداي ان انت بقى تقرمشي كده السندوتشات بتاعتك او تبصميها في الطاسه. زي ما انتوا عارفين بما ان انا عندي الساندوتش ميكر ده، فدايما بستقربه وبحب استخدمه بصراحة، يعني بدون مجهود كده بسرعة. السندوتشات معايا بقى بتتحمص وبتاخد شكل حلو كده على الجريل، وبتبقى جميلة جدا. يعني دقايق كده بسرعة وبتلاقي السندوتشات جاهزة معاكي. حابة بقى تاخد لون اكتر من اللون اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، مفيش مشكلة. بس انا عايزة اقول لكم كمان انها على الطاسة بتاخد قرمشة اكتر من اللي على الجريل دي. بتبقى طبعا الطاسة سخنة فبتخلي السندوتشات بقى تقرمش اكتر، ولونها كمان بيكون اقوى من كده. لكن انا ولادي اصلا يعني ما بيعرفوش ياكلوا الحاجات اللي هي المقرمشه قوي، ولا هم ولا باباهم. فيعني قرمشه الجريلا بتكون معقوله، اللي هو مقرمشه وكل حاجه، بس في نفس الوقت يعرفوا ياكلوها وما يهدروش من السندوتشات. والله بامانه بجد السندوتشات كانت روعه روعه روعه. هسيب لكم كل مقادير التتبيله، وهو ده السر في حلاوه السندوتشات اصلا. حلوه جدا. واهم حاجه بقى تجيبي خلطه الشاورما السوري دي اللي هي الجاهزة اللي بتتباع في أي سوبر ماركت أيا كان نوعها، بتكون تحفة. أنا للأمانة النهاردة كنت جايبة تتبيلة الشاورما اللي هي ماجي، بس أنا والله جبتها، أنا عارفة إن هي ماجي تقريبا مقاطعة، بس أنا والله ما شفت إن مكتوب عليها ماجي غير لما روحت البيت. أنا كنت فاكراها اللي هي شيفي، في ماركة توابل كده بجيبها اسمها شيفي، مش عارفة إذا كانت متوفرة عندكم ولا لأ. بس أنا دايما بحب التوابل بتاعتها في كل حاجة. لكن أنا لما جبتها وروحت البيت اكتشفت إن هي مكتوب عليها ماجي. بس بالامانه والله مع انها يعني مقاطعه، بس عايزه اقول لك كانت مديه نفس طعم الشاورما اللي في المطاعم بالملي بالملي حرفيا بجد، يمكن احلى كمان. والسندوتشات كده كانت مليانه بالفراخ وبالحشوه اللي احنا عاملينها، حلوه جدا. عملت الوليمه دي كلها من صدر فرخه واحد زي ما قلت لكم، وزن 400 جرام بالظبط. عمل لي 12 سندوتش. طبعا حلوه جدا موفره. شوفوا بقى السندوتش زي ده من بره النهارده تقريبا عامل حوالي مثلا 60-70 جنيه. وطبعا مش هيبقى بالنظافه ولا بالحلاوه اللي انت عاملاها في البيت، والله ما يفرق اي حاجه عن الساندوتش من بره. يعني مش هقول لك مقرب له او زيه، هو ما يفرقش عنه، بالعكس احلى منه بكتير. جميل جدا. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. جربوا طريقتنا وما تنسوش تكتبوا لي كومنتات حلوه ولايكات.